شلونكم؟ اليوم سويت لكم صاج ايطالي، طريقة سهلة سريعة، طعم بنات يجنن. بالبداية بنات، اذا انتم تريدون كمية كبيرة او كمية قليلة، انا سويت كمية قليلة ما يقارب 3 قطع من الصاج الايطالي. خليت 3 اكواب من الطحين. انا دائما اقول الطحين اللي استخدم الطحين فخر كويتي. ورا اضافة الطحين راح اضيف رشة ملح. ورا اضافة الملح راح اخلي الخمرة اللي هو خاشوقة خمرة خاشوقة شكر ومي دافي لحد ما تتفاعل. اضيف على بقية المكونات كوب من الحليب. هنا أنا خليت زيت الزيتون وأعجنها تصير بهذا الشكل. أتركها ترتاح. أنا خليتها مدة نص ساعة، طلعت إلي بهذا الشكل اللي راح تشوفوه. وراها أشكلها بالأشكال اللي أنتوا تحبوها. أنا سويتها مثل الصاج الإيطالي. خليت هنا كاتشب، وراح أخلي الحشوة اللي هي لحم مفروم، بصل وشوية معجون، وخليت فلفل أخضر، وخليت هنا إذرة. وراها خليت الجبن وادخلها طبعا الفرن حامي مسبقا. هنا على الوجه هم خليت كاتشب وخليت جبن وخليت اي شيء انتم تحبوا، فينجر، فلفل اخضر، طماطم، براحتكم. ما تاخذ بالفرن غير 10 دقائق تطلع لكم بهذا الجمال. وعلينا وعليكم الف عافيه.